السلام عليكم وفيديو جديد. الأهلي يكتسح فاركو برباعية مقابل هدف في ثاني جولة في الدوري المصري، وبيدي رسالة للكل: أنا موجود، أنا الأهلي اللي دايما تاريخي حاضر واسمي دايما متواجد، إن أنا الفريق الأعظم في القارة. نادي الأهلي النهاردة مش بس بيلعب كورة، ده كمان بيأدي أداء مزيكا وبيعزف على ألحان أم كلثوم وعبد الحليم. فالنادي الأهلي النهاردة بيعمل أداء أكتر من رائع، وينجات شغالة، باكات طايرة. محمد شريف بيسجل. زيزو لو عايز تغيظه هاتله زيزو. جمهور الأبيض كان بيقول لك كده: لو عايز تغيظه هاتله زيزو. أنا النهاردة بالتيشيرت الأحمر بقول لك: لو عايز أغيظك أنا عندي زيزو. فزيزو النهاردة المباراة التانية على التوالي بيسجل هدفين وعمل مباراة كبيرة جدا، والمباراة الأولى هو اللي صنع الهدفين. فزيزو بيقدم أداء أكتر من رائع. زيزو لاعب كبير جدا. أنا واحد من الناس ما كنتش بشوف زيزو بالكواليتي ده مع الزمالك. ممكن ما كنت عشان أنا مش متابع جيد لمباراة نادي الزمالك مع أحمد السيد زيزو. فبس زيزو مع النادي الأهلي لاعب مختلف، قدر ينسجم مع مجموعة النادي الأهلي، وقدر كمان ان هو يبين للكل ان هو صفقة سوبر. ولو عايز تقول صفقة القرن الحقيقي قولها، لو عايز تقولها على امام برضه قولها. بقى النادي الاهلي كل الصفقات اللي بيجيبها من نادي الزمالك فهي لا تسترد ولا تباع، صفقات سوبر. انما النادي الاهلي لما يحب يدي لعيبه لنادي الزمالك زي حمدي او ناصر ماهر او حتى عبد الله السعيد، فاما لعيبه كلها يبقى مشطبه كوره تقريبا، او لعيبه الاهلي مستغنى عنها مش عايزها لأسباب، لأدائها، لعقليتها، لحاجات كتير جدا. وبالمناسبة لو عايزين تاخدوا أحمد عبد القادر بالهنا والشفا عليكم. فأداء أحمد سيد زيزو يستحق التحية لجمهور النادي الأهلي، ينادي عليه النهاردة ويقول له زيزو زيزو، الملعب كله يترج بصوت زيزو، لأن زيزو يستحق النهاردة إن هو فعلا يكون ده تحية لتكريمه بعد خروج. واعتقد ان المدرب خوسيه ريبيرو طلعه عشان الجمهور يكرمه وينادي عليه بعد الماتش اللي فات والاساءة اللي حصلت له بينه وبين زوجته. محمد علي بن رمضان لاعب حكاية، لاعب حرفيا اوروبي، لاعب امكانياته كبيرة جدا، لاعب مش عشوائي ابدا، لاعب الكورة ما بتطلعش منه غير بالمسطرة غير بالمقاس، لاعب بيعرف امتى يخش يقتحم منطقة الهجوم وامتى يرجع يدافع. محمد علي بن رمضان واحد عنده طريقة استلام ذهبية، عنده اللي عمله لأحمد سيد زيزو. كان الاثنين السنتر باك بتاع نادي فاركو بظهره، وعمل الكروس برجله الشمال على دماغ احمد سيد زيزو، واحمد سيد زيزو عملها بدقة كبيرة جدا واعطاه في نفس الاتجاه اللي الكرة جاية منه، وعمل اداء اكتر من رائع. فمحمد علي رمضان مبروك علينا، محمد علي رمضان صفقه سوبر، ونستحق ان احنا نستنى سنه ونص او سنتين لحد محمد علي بن رمضان يجي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان صفقه سوبر، صفقه من الاعاره التقيل. تريزيجيه عمل مباراه متوسطه، ما عملش مباراه سوبر، ولكن النادي الاهلي النهارده ككل عمل مباراه كبيره جدا. انا عندي بس سؤال كبير جدا للجولد المجهول: اليو ديانج النهارده شايل فريق النادي الاهلي كله من ساعه، من اول دقيقه في المباراه لحد ما خرج. النادي الاهلي النهارده كنت تحس ان هو ما فيش هجمات عليه. اليو ديانج النهارده تبين ان هو فعلا كان لاعب قافله في نص الملعب لوحده، وكمان كان هو بيأدي الاداء بتاعه بتاع محمد علي بن رمضان في ديفندرات النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان بعد ما خرج وجون النادي الاهلي جه بخطأ كبير من مصطفى شوبير، ولكن تقديرا للعبه هو مصطفى شوبير قدر اللعبه غلط، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نستمر بندعم لعبتنا نستاهل ان احنا نشوف اداء اكتر من كده من مصطفى شوبير زي ما هو عودنا. اداء النادي الاهلي النهارده كان اداء ممتع، اداء جون يجي لك في 14 نقله، مش بس 14 نقله، انا ممكن اعمل 50 نقله والكره تيجي في الاخر جون، ولكن 14 نقله لقدام. فده كله ده مدرب عايز الكره دايما تتلعب لقدام. ريبيرو النهارده من اول التشكيل قال لك انا هلعب الكل في الكل، نازل لك باربعه هجوم، نازل لك بن شرقي وزيزو وتريزيجيه ومحمد شريف، وعندك وراهم محمد علي بن رمضان.
ريبيرو النهارده اكيد اتعلم من الدرس بتاع المباراه الاول، وحاول يقدر يعرف ان هو امكانيات اللعيبه بتاعته النهارده، لانه يستحق النادي الاهلي انه يلعب كل ماتش. والنادي الاهلي بالمناسبه النهارده ما عملش مباراه سوبر ستار، ولكن النادي الاهلي لو عمل مباراه سوبر ستار ولعب بجديه صدقوني هيدي لاي فريق في الدوري المصري على وشه مش اقل من 5. يعني هيدي لاي فريق في مصر على وشه. عندك سكواد مرعب. ده عندك بالمناسبه حسين الشحات ما بيلعبش، عندك امام لسه راجع من الاصابه ربنا يشفيه، عنده طاهر من الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه كان عامل اداء اكتر من رائع مع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي فوز ليه في بطوله الدوري المصري فوز كبير جدا واداء اكثر من رائع. نستنى المزيد في المباريات المقبله ونتمنى الحصول على بطوله الدوري المصري. ورساله لكل الفرق الدوري المصري: النادي الاهلي البعبع، النادي الاهلي البابا، النادي الاهلي الكينج، الاسد يمرض ولا يموت، ولكن النادي الاهلي طول عمره دايس على وش الكل بتاريخه ببطولاته بانجازاته. فلو انت يا عزيزي المشاهد مشجع، اذا كنت مشجع ابيض او اصفر او حتى كنت مشجع اخضر، فانت يا صديقي العزيز النادي الاهلي دايما واقف مكانه ووتد. النادي الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي بيقول لكم دي مجرد بدايه، وده مش اعظم اداء ليا ولا نتائج لعيبتي، بس النادي الاهلي النهارده كسب لاعيبه سوبر، وكسب كمان قدر يبين لك قد ايه واحد زي محمد علي بن رمضان، واحد سوبر زي زيزو النهارده المباراه الثانيه على التوالي بيقدم مباراه اكتر من رائعه. عندك تريزيجيه، عندك محمد شريف، الجون اللي جابه صعب جدا ان هو كره تعمل بنط في الارض من العرضات بتاع محمد هاني وينزل يلعبها بدماغه في نفس الاتجاه، فجون صعب جدا. بالتوفيق للنادي الاهلي، وانتظروا حلقات جايه كتير جدا على اليوتيوب، وتنسوش تعملوا اشتراك ومتابعه سواء على اليوتيوب او الفيسبوك كريزي كوره. فان شاء الله نتمنى المزيد للنادي الاهلي وكل الفرق الدوري المصري تحاول تلعب كره هجوميه. بلاش القطر يا جماعه، بلاش القطر. الاهلي لما جاب هدف في اول 10 دقائق كان المباراه ده كان ممكن تتصعب جدا بطريقه القطر. كل نادي فاركو ده مخصص بالقطر، كل مدرب يغيروه يمشوه يجي قدام الاهلي يعمل القطر. مش عايزين قطر يا جماعه، احنا عايزين موتوسيكلات. النادي الاهلي داخل المفرمه هيفرم الكل،